تعرف انك وانت صاحب اونلاين ستور انك بتخسر 7000 جنيه يوميا بسبب حاجة ممكن تتصلح في اقل من اسبوع؟ ده اللي بيحصل مع معظم اصحاب المواقع لانهم مش عارفين ان سرعة الموقع مش مجرد رفاهية، دي بتكلف فلوس حقيقية. انا ريمون رافت، مؤسس شركة لوسيرف للبرمجيات، ومن واقع 15 سنة في تطوير وتحسين اداء المواقع خليني اقول لك حقيقة تقنية مهمة جدا لاي حد عنده موقع او تطبيق. الموقع بتاعك بطيء عادي، يعني مش مشكلة، صح؟ لا طبعا مش صح، عشان كل ثانية تأخير بتساوي فلوس بتضيع منك وانت مش واخد بالك. من تجاربنا مع مئات المواقع اكتشفنا ان السرعة بتساوي مبيعات، ودي مش نظرية، دي ارقام حقيقية. عارف لو موقعك اتأخر ثانية واحدة بس ممكن تخسر 7% من المبيعات؟ يعني لو بتكسب 100,000 جنيه في الشهر، بتأخير بسيط ممكن يخسرك 7000 جنيه في الشهر الواحد، يعني 84,000 جنيه في السنة. انا فاكر ان احنا عملنا شغل مع متجر الكتروني كان موقع بياخد 8 ثواني عشان يحمل، وبعد ما حسناه السرعه لثانيتين بس زادت المبيعات بنسبه 31% في اول شهر. مفيش حاجه اتغيرت، السرعه بس. لازم كمان تبقى فاهم ان الناس دلوقتي ما بقتش عندها صبر خالص. 70% من الزوار لو الموقع بتاعك اخد اكتر من 3 ثواني في التحميل بيقفل بيمشي على طول. انت متخيل 7 من كل 10 عملاء محتملين بيخشوا الموقع بتاعك ممكن يمشوا قبل ما يشوفوا خدماتك؟ مش بس كده، حتى جوجل مش بيحب المواقع البطيئة. السرعة بقت عامل رئيسي في ترتيب نتائج البحث، يعني موقعك المبطيء مش بيظهر أصلا، ترتيبك في البحث هيقل وزياراتك هتقل وفلوسك كمان هتقل. طب الحل إيه؟ الحل في 3 حاجات. أولا، استضافة قوية على سيرفرات حديثة. ثانيا، كود نظيف من غير أكواد ملهاش استخدام، زي ما الرياضي محتاج يلبس لبس خفيف عشان يعرف يجري أسرع. وثالثا، تحسين وضغط الصور والفيديوهات والملفات. اختيارك للسيرفر وطريقة كتابة الكود وضغط الصور والفيديوهات، كل ده بيفرق معاك في سرعة الويب سايت بتاعك. من خبراتنا قدرنا نوصل مواقع من 12 ثانية لحد ثانية ونص بس، بالتالي موقع سريع بيساوي تجربة أحسن للعميل بيساوي مبيعات أكبر. الخلاصة، كل ثانية لودنج زيادة فلوسك بتنقص، وده لأن العملاء بيمشوا وجوجل بيعاقبك والمنافسين بياخدوا مكانك كل المبيعات. عشان تعرف موقعك محتاج يتسرع ازاي وايه اللي بيأخره، هنقدم لك فحص مجاني لسرعة موقعك ونحدد لك بالظبط المشاكل اللي بتأخره وكام ثانية ممكن نوفرها لك. اعمل كومنت فحص سرعة او زور موقعنا واحجز استشارة مجانية، لان البيزنس السريع بيفوز في السوق اللي احنا فيه، والوقت مش بس فلوس، الوقت هو الفرق ما بين النجاح والفشل.